المكشكشة أم 450 جنيه ومش عارفة على إيه، هنعملها النهاردة بطريقتها الأصلية من غير أي افتكاسات. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ورمضان كريم. في الفيديو اللي فات عملت معاكم المكشكشه بطريقه مختلفه شويه وحشيناها بالكنافه والمكسرات وكانت وهميه، طعمها كان يجنن، بس ده ما يمنعش ان احنا نجرب الطريقه الاصليه اللي عملتها بيها محلات تورتينا. في الفيديو النهارده هنعمل مع بعض النسخه الاصليه بتاعه تورتينا من غير اي افتكاسات ولا اختراعات. مش هنحط مهلبيه، مش هنحط لبن مكثف، طعمها مش هتفرقيه عن الجاهزه. تعالي نشوف عملنا القمر ده ازاي. اول حاجه كده هنبدا نجهزها الكريمه اللي هنحشي بيها المكشكشه، وهستعمل فيها النهارده الكريم باستري. الكريم باستري ده بتجيبيه سايب كده من عند العطار، او ممكن تجيبي المغلف بتاع دريم. هو شبه الكريم شانتيه شويه، يعني بنفس الطريقه بنعمله، بس بيبقى لونه على اصفر. حطيت 3 معالق اكل كبار من الكريم باستري، وبعدين هحط عليهم كوبايه لبن، بس مش هحطها مره واحده، هحطها شويه بشويه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. حطيت نص الكوبايه وبضرب بالمضرب كده زي الكريم شانتيه بالظبط. هتلاقي لونه اصفر وهو بيبقى فيه سكر، ما تحطيش اي سكر، هو بيبقى مسكر ومسكر قوي كمان. بزود لبن. انا عايزه اعمل الكريمه نفس قوام الكيك، عارفه عجينه الكيك بتبقى بنفس القوام كده. بزود اللبن شويه بشويه وبضرب لحد ما اوصل لقوام الكيك اللي هي عجينه الكيك يعني. اضربي بقى كده بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي، هتلاقيها لفت وتقلت معاكي برضو. بس كده. هزود كمان عليها، ممكن تحطي علبة قشطة، أو ممكن تحطي زي ما أنا عملت كده، حطيت معلقتين كبار من الجبنة الكريمي. الجبنة الكريمي دي بطعم القشطة برضو، والاختيارين متاحين ليكي، يا تحطي جبنة كريمي بطعم القشطة يا تحطي علبة قشطة. ده القوام اللي أنا عايزاه، القوام بتاع عجينة الكيك، هو ده القوام المظبوط. هنجيب بقى لفة الجلاش، ودي على فكرة مش لفة جلاش كاملة، دي متاخد منها كمان، يعني أقل من لفة جلاش. وهاخد ورقتين بورقتين، وزي ما قلتلك في الفيديو اللي فات لازم تلفي بقية الجلاش في فوطة مطبخ نضيفة عشان يفضل طري معاكي وتعرفي تكشكشيه. اول حاجه بعملها كده، بجيب الصينيه اللي هعمل فيها المكشكشه وما تدهنيهاش خالص، ما تحطيش سمنه في قعر الصينيه زي ما بنعمل عشان تعرفي تطلعيها من الصينيه بسهوله. لو حطيتي سمنه هتلزقلك الجلاش في الصينيه ومش هتعرفي تطلعيها من الصينيه. بحط ورقه جلاش واحده وبدهنها بالسمنه، ولازم تعملي لها حروف عاليه كده كانك بترسمي جوه الصينيه صينيه صغيره تاني بالجلاش. ارفعي الحروف بتاعه الورقه كده، تغطي حروف الصينيه من جوه زي رسمه طبق جوه الصينيه او صينيه جوه الصينيه، بس هنعملها بالجلاش. ادهني بقى سمنه بين كل ورقه وورقه عشان تورق معاكي في الاخر وتبقى مقرمشه. انا لسه بغلف في الصينيه من تحت. طبقي ورقه الجلاش او قطعيها ورصيها، بس طبقيها احسن عشان تعرفي تطلعي منها حروف كده عاليه. اللي طبقتيها من الناحيه دي، الورقه الجايه طبقيها من الناحيه التانيه. حطي حوالي 5 ورقات او 6 ورقات، انا حطيت 3 ورقات بس عشان انا بطبقها، يعني الورقه بتعمل معايا طبقتين. لو الصينيه كبيره وهتحطي الورقه مفروده، حطي 5 6 ورقات جلاش كده عشان تحمي معاكي قعر الصينيه. خلاص انا كده بطنت الصينيه ورسمت فيها بالجلاش صينيه صغيره من جوه. هنصب بقى الكريمه اللي عملناها في الجلاش. دلوقتي بقى هنبدا نكشكش الجلاش، هاخد ورقه واحده بس، هنكشكش ورقه ورقه. برضو بتفرديها قدامك على الرخامة وبتدهنيها دهنة سمنة حلوة كده عشان تورق معاكي وتقرمش. وبعد كده قدامك طريقتين تكشكشي بيهم، يا اما طريقة المروحة دي اللي كنا بنعملها زمان وكنا بنلعب بيها، انك تاخديها طبقة تحت وطبقة فوق كده زي البليسيه، يا اما الطريقة التانية ودي اللي انا بفضلها، ان انت تفردي الورقة قدامك وتكشكشيها كده عشوائي بايديكي. جمعيها بايديكي كده مكشكشة. الطريقة دي احسن، بتورق معاكي احسن في الاخر. انا الصينيه بتاعتي هعملها كده بالعرض، فالصينيه حرفها ضيق، هقسم الورقه نصين. لو عايزه تعمليها بالطول اعمليها، بس بالعرض شكلها اقرب من النسخه الاصليه. وهرص بقى كده الورق المكشكش جنب بعضه، هعمل ورقه كمان. افرديها قدامك على الرخامه وادهنيها دهنه سمنه خفيفه وجمعيها بايدك كده، سهله جدا وبتتعمل على طول. وبقسمها نصين بالظبط عشان على قد الصينيه بتاعتي، وبرصها فوق الكريمه.
ضروري جدا دهنة السمنة دي هي اللي هتدي طعم للجلاشة وهتخليها تورق معاكي. ولو الصينية بتاعتك عريضة شوية انت مش تحتاجي تقطعيها نصين. بس كده هكمل الصينية وارجعلك. شايفة؟ وانتهى الجمال. بعد ما خلصنا الكشكشة كلها ورصينا الصينية برضو هرجع اديها دهنة سمنة، وادهني دهنة حلوة كده عشان تطلع مقرمشة معاكي وريحة السمنة فيها وتبقى مورقة. هاتي بقى سكينة أكل أو أي سكينة عندك ونزلي الحروف العالية دي كده، اضغطي عليها بالسكينة، ادفنيها في قلب الكريمة أو طبقيها كده على بعضها. حروف الطبق دي اللي احنا رسمناه بالجلاش في الأول اتنيها على الجلاش المكشكش، عشان الحروف العالية دي لو النار لفحتها هتسود وتتحرق معاكي. بعد كده بغرقها برضو الحروف دي بالسمنة عشان تقرمش معايا ونار الفرن ما تحرقهاش. الفرن بتاعي متولع ومتسخن على درجة حرارة 200 من ساعة ما بدأت أعمل فيلم كشكشة. بدخلها على الفرن في الشبكة اللي في النص ربع ساعة تلت ساعة بالكتير وبتطلع بالحلاوة دي. شايفة لونها جميل ازاي؟ اظبطي نار الفرن هتطلع معاكي، وكل شوية افتحي عليها وقلبيها ولفيها عشان تلون من كل حتة. دلوقتي بقى هقلبها عشان احطها على طبق التقديم. بحط شبكة كده على الصينية أو حتى صينية أكبر من الصينية دي، وتكون صينية مفرودة مش شرط شبكة، وبقلب عليها الصينية. وبعد كده بحط طبق الحلويات عليها وبقلبها. دي احسن طريقه تطلعيها بيها من الصينيه. وزي ما قلتلك ما تدهنيش قعر الصينيه عشان تفصل معاكي على طول وتطلع بسهوله. وهي لسه طالعه سخنه من الفرن بحط عليها الشربات بتاعها، شربات تقيل وبارد، وحطي بقى وغرقيها كده ونغنغيها بالشربات. وخلي بالك ان الكريم باتسير دوت مسكره بزياده، ما تزوديش قوي في الشربات عشان ما تجزعيش منها. وهزوقها بقى بالفستق المتكسر. ده فستق متكسر كده تكسير كبير او مجروش زي المكشكشه الاصليه بالظبط. بس كده خلصت معانا حاجه في منتهى الجمال، خفيفه جدا وهشه ومقرمشه، والكريمه طعمها في المكشكشه روعه. جربي الكريم باتسير ده نفس طعم الاصليه بالظبط. شايفه الجمال والحلاوه؟ يلا بقى نقطعها مع بعض. بجيب سكينه مشرشره وقطعيها بالعدد اللي انت عايزاه، والسكينه لازم تكون مشرشره عشان تمشي في الجلاش. هطلع بقى حته اوريها لك، مورقه ومقرمشه والكريمه مش معجنه فيها، يعني ما طرتش الجلاش. حتى الجلاش اللي تحت الكريمه في القعر بتاع الصينيه بيبقى مقرمش. حلوه جدا وطعمها تحفه، بس برضو السعر بتاعها مش مبرر خالص. يعني ايه 450 جنيه في الصينيه دي؟ الصينيه دي ما خدتش لفه جلاش كامله، دي لفه جلاش متاخد منها، وده تقريبا نفس حجم الصينيه الجاهزه او القطعه اللي بتتباع جاهزه ب 450 جنيه. بس هرجع واقول لك الاسم والماركه ليهم سعر برضو. اول حاجه طالما متاح ان احنا نعملها في البيت اعمليها وفرحي ولادك بيها، مش شرط ان انت تشتريها بالسعر الاوفر ده. بس كده حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، ودي طريقتي اللي عملت بيها المكشكشه الاصليه. يا رب الفيديو يكون عجبك وطلعت منه بفكره او بمعلومه بسيطه، ويا ريت تجربيها وتكتبي لي رايك في الكومنتات. وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.